نظري الفار حرم المنتخب العراقي لأن الهدف الأول لا زلت أشك أنه تسلل. منتخب يلعب من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة 90 ب10 لاعبين، أنا أعتقد ترفع له القبعة على التزامه، انضباطه، الشخصية، عدم الانهيار. حتى الأهداف الاثنين، الهدف الثاني نتيجة خطأ بين الحارس وأحد المدافعين. على المنتخب العراقي، المسؤولين عن المنتخب العراقي، الكادر التدريبي، نسيان دوري المجموعات. الآن خروج المغلوب حساباته مختلفة، تحضيره مختلف. أنا أعتقد هناك خطوة واحدة أو خطوتين ممكن توصلك إلى تذهب بعيدا. المنتخب العراقي إذا لعب بشخصية المنتخب وببطولاته أنا أعتقد ممكن يقدم مستوى الطبيعي. أنا أتمنى من المسؤولين لا يولدون ضغوطات، لأن أنا عشت حالات كثيرة مع المنتخب الوطني والأولمبي عندما يذهب المنتخب وبالبداية ما حد يهتم به لأنه غير مرشح للمنافسة، بعدين تصير عليه ضغوطات. أنا أقول اترك اللاعبين مع المدرب فقط، مع الكادر التدريب فقط، حتى تكون هناك لغة تفاهم، لغة انسجام، لأن اللاعب عندما يتلقى الكلمات أو التوجيهات من أكثر من جهة سوف تبعثر كل تفاصيله. أرجع مرة ثانية أقول منتخبنا بارك الله بكم، ما قصرتوا، عكستوا صورة طيبة عن المنتخب العراقي رغم النقص العددي. احنا عندنا الآن نقص تقريبا أكثر من 8 لاعبين محترفين، هذا يشار لهم. أشيد بالخطوط وخصوصا خط الدفاع اللي كان يعتبر، أنا أعتقد من خلال المحللين العراقيين أنه كان هو أضعف الخطوط. الآن منتخب الدفاع متراص، ثقته بنفسه جيدة، يخرج الكرة، صح اكو بعض الأخطاء لكن أعتقد تتلافى. هذا وصولكم للدور الثاني أنا أعتبره بحد ذات إنجاز وجهة نظري. إذا توفقتوا والذهاب بعيدا جزاكم الله خير، وإذا لم تتوفقوا فأعتقد ما قصرتوا.